OpenAI نزلوا ابديت جامد للبلاي جراوند وانا قلت لازم احكي لكم عليه. وللي اللي ما يعرفش، بلاي جراوند ببساطه ده المكان اللي تقدر تجرب فيه كل الموديلات بتاعه OpenAI وتقارن بين نتائج الموديلات المختلفه جنب بعض وفي نفس اللحظه. الميزه الجديده اللي ابهرتني فعلا زرار الاوبتمايز، بتاخد البرومبت بتاعك بتحلله وتشوف لو في غموض او غلط وطلع لك نسخه محسنه بكليك واحد بس. وكمان بتقول لك هي ليه عملت التغيير ده، يعني حرفيا كورس برومبت انجينيرنج عملي ومجاني. ولو عندك مشكله في البرومبت بتاعتك بتطلع نتائج مش اللي انت عايزها، بتشرح له المشكله وهو بيعدل لك البرومبت بالشكل الصح. وكمان في ميزه خطيره، تقدر تجرب مدخلات كتيره مره واحده. يعني لو بتعمل شات بوت لخدمه عملاء مثلا وعايز تختبر على 10 سيناريوهات مختلفه، في شات جي بي تي العادي هتضطر تنسخ وتلزق كل مره، انما في البلاي جراوند هتستخدم فاريبلز وتجرب كل الحالات مع بعض في ثانيه. مع كل تعديل في البرومبت تجربه تاني وتشوف الفرق لحد ما توصل لافضل نسخه محسنه. البلاي جراوند بقى فيه فيرجن كنترول للبرومبت، عارف جد نفس الفكره بالظبط. كل برومبت ليه هيستوري كامل تقدر ترجع لاي نسخه، ولو حابب التعديل ينعكس على الابلكيشن بتاعك على البرودكشن مباشره من غير ما تغير اي كود، تقدر تعمل ده بكل بساطه لو بتستخدم الاي دي بتاع البرومبت. بصراحه البلاي جراوند بقى اول اداه بفتحها، وفر عليا وقت وجهد مش طبيعي، خصوصا في شغل البرومبت انجينيرنج. انت بقى جربت البلاي جراوند قبل كده ولا عايش على شات جي بي تي العادي؟ قول لي رايك. سلام.